زكي لحامد جوهر، ما تروح ترقص يا أستاذ. قصة حدثت بين سور زكي الراقصة كانت أشهر الراقصات خلال عام 1982. وحدث في يوم تشابك عند شباك دفع الرواتب داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون في القاهرة مع العالم المصري الشهير الجليل الدكتور حامد جوهر، الحاصل على جائزة الدولة التقديرية ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى. هو مقدم البرنامج الشهير عالم البحار. كان الدكتور حامد جوهر ذاهب إلى مبنى الإذاعة ليتقاضى راتبه الذي لا يتعدى 25 جنيه، وذلك عن تقديمه لحلقات برنامجه عالم البحار. وقف عالمنا القدير في طابور طويل ينتظر دوره، وبعد مرور وقت طويل ظهرت سيدة جميلة ومرتدية نظارة سوداء، تخطت دورها حتى وصلت إلى شباك الخزنة، والجميع يلتفت إليها ويتمتم: دي سهور زكي، دي سهور زكي. وقام الصراف الترحيب بها بحفاوة وأعطاها 250 جنيه لتنظر إليهم سهور زكي، لتعلق على ذلك المبلغ بصوت مرتفع قائلة: أنا أرقص ربع ساعة بالملاليم دي. تدخل الدكتور حامد جوهر بأسلوبه المحترم الراقي ويقول لسهير زكي: أنا يا أستاذة أحضر من اسكندرية وأجهز للحلقة قبلها بأيام وكتب ومراجع، مدة الحلقة نص ساعة وبيعطوني 25 جنيه. ردت عليه سهير زكي باستهزاء قائلة: طيب وأنا مالي، ما تروح ترقص يا أستاذ. فكان الدكتور والعالم حامد جوهر الوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 1959 رئيس للجنة التخلص من النفايات النووية في أعماق البحار، وكان عضو باللجنة الاستشارية لمنظمة الأغذية والزراعة FAO التابعة للأمم المتحدة.